سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ندى شانيل. الا كنتوا كتشاهدوا القناه لاول مره فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. سعد المجرد يسرق الاضواء في اسبوع الموضه بباريس باطلاله غريبه، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. خلق الفنان سعد المجرد الحدث من جديد عقب ظهوره الأخير في عروض أزياء أسبوع الموضة الهوت كوتير الخاصة بفصل الخريف في العاصمة الفرنسية باريس، ملبيا دعوة صديقه المصمم اللبناني العالمي زهير مراد لحضور عرض مجموعته. وتعد هذه الأخيرة أول تظاهرة فنية يحضرها المجرد بعد أزمته الأخيرة، مستأنفا بذلك نشاطه الفني، كما تألق بإطلالة مختلفة تجسد ذوقه المختلف والمميز الذي لطالما يثير به الجدل، حيث ارتدى قميصا وسروالا أبيض اللون مصحوبان بسترة رمادية طويلة. وفي هذا الصدد تقاسم المجرد مع جمهوره صورا له أثناء حضوره للعرض على صفحته الرسمية بمنصة انستغرام، مرفوقة بتعليق يعبر فيه عن تألق صديقه مصمم الأزياء زهير مراد، ويوجه له الشكر على دعوته، حيث قال: لا يعجز زهير مراد على الإدهاش، وعرضه الأخير اليوم كان استثنائيا، شكرا على دعوتك لي. وشهد العرض المنظم يوم الأربعاء حضور مجموعة من الفنانين والمشاهير العرب، من بينهم صديقة المقربة مصممة المجوهرات مريم الأبيض التي رافقت سعد المجرد طوال الحدث، وكذلك الفنانة المصرية يسرى. فكما سمعت اخوتي، فسعد المجرد بدا كيستأنف العمل الفني والنشاط الفني ديالو، وكانت هذه هي اول تظاهره كيحضر لها، هي اسبوع الموضه في باريس من بعد الافراج عليه. فهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.